بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهديني ومتابعيني الجمال على قناتي، قناة خوخة ومانجا. عام سعيد عليكم وعلينا إن شاء الله. السنة اللي فاتت عملنا لكم تورتاية السكر، عجينة السكر، عملنا ورد بعجينة السكر، وعملنا لكم أحلى تورتاية بأسهل شجرة كريسمس جميلة عملناها لكم. المرة دي حبايبي اللي طلبوا مني ازاي اعمل الورد البلدي، ازاي بعمل الورد البلدي، عملناه في الفيديو اللي قبل ده. عملنا فيديو الورد البلدي، عملنا الكريمة ازاي تعمليها عشان آه بنحط عليها ايه عشان تطلع معانا بالقوام الجميل ده، نعرف نشكل بيها بالقرطاس بتاعنا، ودخلنا الالوان ازاي في بعضيها، وازاي عملنا الورد ورسمناه ازاي عشان يطلع معانا بالشكل ده. ان شاء الله الفيديو ده هحطه لكم في صندوق الوصف عشان يبقى سهل وبسيط وجميل عليكم. بس يلا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك على قناتي، قناة خوخة ومانجا، وفعلوا لنا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الكريمة، هنعمل معانا الكريمة ده كريم جانتيه ريتش المتحدة، كريم جانتيه ريتش المتحدة. أنا قبل كده قلت لكم في فيديوهات قبل كده أنا بستخدم جولدن باك. المتحدة بصراحة غطت على جولدن باك، بقت جميلة جدا جدا. طب بنحط ايه؟ بنحط كوباية كريمة عليها كوباية لبن، كوباية كريمة عليها كوباية لبن. ده المقدار المظبوط الجميل، هيطلع لك قوام الكريمة مظبوط ويبقى سميك كده، وتعرفي تشكلي بيه الاشكال اللي انت عايزاها، وتعرفي تسطبي بيه احلى تورتايه. هو كوبايه عليها كوبايه. في كريمه بيجي عليها سكر جاهز، كريمه بيجي عليها سكر جاهز بودره. طيب ما مش مسكره، بنحط لها سكر بودره مع الكريمه وبتنضرب معانا في العجان بتاعنا. حطيت هنا رشه فانيليا سايله جميله، بتدي الكريمه برضو طعم جميل جدا. وجبت هنا معانا سيبنا الكريمة تنضرب وتعلى براحتها، وجبنا الكيكة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وابتديت اقطعها بالمنشار، ده منشار تقطيع بنجيبه بيسهل علينا تقطيع التورتة. المقاس اللي احنا عايزينه بطلعها مستوية وجميلة جدا. قطعتها طبقتين، والطبقة التالتة هبتدي اشيل الوش بتاعها كده. ده طبعا انا لسه عاملاها فهي سخنة، فبتبتدي تقطع مننا شوية، عشان انا قلت لكم قبل كده عجينة التورتة لازم تتعمل قبليها بيوم، قبليها بيوم، او لو هتعمليها بالليل تشتغلي فيها من الصبح وتسيبيها تريح شوية بعد ما تستوي. طب بتتعمل ازاي العجينة دي؟ زي ما قلنا مع حضراتكم قبل كده، وخدت معايا 9 حبات بيض، وكوباية الا ربع مية، ومعلقة خل، ومعلقة خل. يعني مقادير بسيطة دي، ده بيتباع عند أي حد خامات حلواني أو عطار، مع عطار كويس كده يكون عنده الحاجات دي متوفرة عنده. هنا قفلت على الكريمة ووريكم قوام الكريمة بقى عامل ازاي. ما شاء الله جميل جدا جدا جدا، والطعم كويس جدا. هنرجع للدقيق الاسبونج، بنجيبه جاهز بسكر بالمحسن بتاعه، بيبقى جاهز. قول له عايزه دقيق اسبونج جاهز، دقيق اسبونج جاهز للطرد، بيديك الدقيق جاهز. وبنحط عليه الكريم، بنحط عليه البيض والمي، ما بتحطلوش لبن، ما بتحطلوش محسن جيلي، ما بتحطلوش اي حاجه تاني تحطيها معاه. وابتديت هنا جبت الكيكه حطيتها معانا وسقيتها شربات. الكيكة بتتسقي شربات، ايوه طبعا الكيكة الحبايبي بتتسقي شربات، اللي هو بتاع الحلوات الشرقي بتاعتنا. بنسقيها شربات بس مش بيبقى تقيل زي شربات الحلويات، بيبقى خفيف حبة، مش تقيل جامد. زي ما حضراتكم شايفين معايا حطيت الطبقة التانية مقطعة معايا شوية، فعلا متقطعة معايا شوية، عشان قلت لكم انا طلعتها من الفرن سخنة وابتديت اشتغل فيها. فعشان ما تتقطعش معايا بالمنظر ده لازم بنبيتها ليلة، بنبيتها ليلة بعد ما تستوي. وبنحط العجينة بتاعتها في قلب الفرن، نضربها لحد ما تعلى معانا، وبنحطها على درجة حرارة 180 لمدة 45 ساعة، ونطلعها من الفرن نغطيها لحد تاني يوم. منتهى السهولة، مفيش اسهل من كده. والكريمة زي ما حضراتكم شايفينها معايا، وابتديت احط كل دور واغطي. طب انت عايزة تستكفي بدورين بس، اللي انت عايزة تعمليه وحباه اعمليه. عايزة تعمليها 3 ادوار تعمليها، عايزة تعمليها 3 ادوار رقيقين تعمليها، حسب ذوقك واكلك واللي انت عايزة تعمليه. فنني واشتغلي معانا.
حطيت الطبقة الأخيرة على الكريمة وابتديت أحط بالسباتولا وأقفل معاكم. كل طبقة بنحطها بنحط فيها بنسقيها، كل طبقة بنحطها زي ما قلنا بنسقيها. طب عايزة تحشيها مكسرات في النص، عايزة أحط لها أي حاجة في النص اللي انت عايزة تحطيه، عايزة تحطي جاني الشوكولاتة، عايزة تحطي مكسرات، عايزة تحطي مروار، عايزة تحطي أي حاجة انت عايزاها حطيها في النص، احشيها بالنص زي ما انت عايزه. عايزه تستكفي بكده برضو بنقول انت ومقاديرك في قلب بيتك. انا كنت الاول بستخدم كيس المطبخ بحط فيه الكريمه، بيسهلي بصراحه اكتر من كده. فانا ما كانش عندي كيس مطبخ، فما اشتغلت على طول بالسباتولا وبالطرنش اللي هو بتاع التسطيب بتاعنا، وابتديت اقفل مع حضراتكم بالمنظر ده. هنبتدي الاول احط بالسباتولا، اقفل بالسباتولا، املأ الكريمه في الجناب. الكيس طبعا بيوفر اكتر من كده كتير وقت ومجهود، بيخليني اشتغل واسطب على طول. وابتدي اقفل زي ما حضراتكم شايفين كده في الجناب ومن فوق ومن تحت، اقفل كله في الحتت اللي هي الفاضية، وابتدي ارجع الف تاني بالطرنش بتاعنا او بالسباتولا اللي احنا بنسطب بيها. بلف كده الطبق معايا وابتدي اسطب وامسح السباتولا عشان اظبط التسطيبة بتاعتي. هنقفل كله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا جدا. ان شاء الله هتعرفي تعمليها وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وتطلع احلى تورتاية لاحلى مناسبة. جربي وما تكسليش، جربي وما تكسليش. مش شرط ان انت تعملي الورد ده، مش شرط ان انت تعملي الورد، ممكن تجيب القرطاس العادي. هنعمل لكم تورتاية بعد التورتاية ديت، هنزلها لكم ازاي تعملي بالقرطاس القرطاس العادي، تعملي شكل الورد وهتطلعي برضو اجمل تورتاية واحلى تورتاية من اول مرة بمكونات بسيطة وجميلة جدا. هتطلعي احلى شكل التورتاية الفيديو الجاي ان شاء الله. بس يلا ادعموني وما تنسونيش في اللايك. طبعا انا كده بحط المسطرة بتاعتنا، بسطب واحطها حبة في المية واطلعها اسطب بيها، احطها في المية واسطب بيها عشان تتسطب معاكي وتبقى مستوية ومسوية وجميلة جدا. هتطلعي السكينة او الطرنش بتاعك تطلعيه في مية مثلجة وترجعي تقفلي من الجناب. انا قلت لكم هي اخدت معايا وقت كتير دي وانا بسطبها، لان كيس المطبخ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بيوفر معايا مجهود ووقت كتير. بس للاسف انا جيت ادور ما تلاقيتش عندي، فابتديت ان انا اقفل بايدي بالمكونات البسيطة دي. هنا جبت هنا دي كريمة برضو حطينا لها اللون الاخضر، وجبت الوردة اللي هو بتاع شجر الورد، وشجر الورد، وحطيته وابتديت اقفل كده. طب ليه عملت الشكل ده؟ شكله مش حلو؟ لا ان شاء الله لما هتتقفل كلها هتبقى شكلها جميل ولذيذ جدا. انا عملت هنا آه عيدان الورد، عود الورد، العود اللي الوردة هتقف عليه. وده الورد اللي احنا عملناه في الفيديو اللي قلنا لكم عليه، اللي هو قبل الفيديو ده، ازاي تعملي الورد البلدي وتدخلي الالوان وتعملي الكريمة وتشكليها ازاي. ودخلناه في الفرن. معلش نسيت قلت الفرن، حطيناه في قلب الفريزر، حطيناه في قلب الفريزر. عملنا الورد بتاعنا وحطيناه على ورق الزبدة ودخلناه في الفريزر لمدة يوم لحد ما تماسك معانا كويس جدا، وابتدينا نشتغل بيه تاني يوم. ولا اسهل ولا اجمل ولا اروع من كده. مش هتاخد معاكي تلت ساعة تكوني عملتي احلى ورداية، احلى بوكيه ورد، احلى تورتاية لحبايبك. مش شرط تحطي الورد ده كله، مش شرط تعملي ده كله، ممكن تعملي حاجات بسيطة جدا بذوقك. بس انا حبيت اعمل لها ايه، اعملها حاجة فريحي كده زي ما بيقولوا. كترت ورد، طلع شكله جميل جدا، طعمه جميل جدا جدا جدا. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك على قناتي، قناة خوخة ومانجا. بصوا هنا ابتديت اقفل بالالوان من كل مكان، واحدة صفراء، واحدة حمراء، واحدة بينك، واحدة برتقاني، واحدة الوان. دخلي الالوان وذوقك بقى، شوفي انت هتدخلي انه لون جنب ده، جنب ايه وده جنب ايه، هتقفلي ده ازاي وتحطي ده ازاي. هسيبكم لحظة كده بسيطة مش هنتكلم فيها، صدعتوا مني انا عارفة، لحد ما هنقفل التورتاية وهنرجع معاكم تاني. بس ما تقولوش التورتاية كده خلصت، لسه في شغل فيها تاني.
لمسات بسيطة بس بتفرق في الشكل الجمالي، بتفرق في الشكل كله. الحاجات البسيطة اللي احنا بنتهون بيها هي اللي بتفرق معاكي في شكل التورتاية كلها. متنسونيش في اللايك والاشتراك، وهنسكت شوية لحد ما تتفرجوا على الفيديو لحد ما نخلصه. هنوريكم هنكمل فيه، هنحط الاشكال التانية ازاي. كده بنبتدي نقفلها كلها كده مع بعضينا. هنقفل الوردية من فوق، الورد من فوق كله. بص الورد ده جميل جدا جدا، اللون اللي هو الابيض مع اللون البينك او اللون الاحمر بيبقى جميل جدا، ولون شيك شيك جدا، شيك جدا جدا جدا، بيخلي شكل الوردية جميل ولذيذ. برضو عملنا لكم في الفيديو ازاي تطلعي حرف الوردية احمر كده او بينك، وازاي تطلعي الوردية كلها لونها ابيض. وبدأت نقفل في الجناب كده، حبيت احط كام وردية كده في الجناب عشان ما يبقاش شكلها مش كيوت كده ومش حلو. نقفل شوية ورد كده في الجناب. طولنا عليك الفيديو، معلش استحملونا. وهنا جبنا قمع الوردة برضو، وابتديت شجر الورد اقفل الفراغات اللي ما بين الورداية والورداية. ده اهم حاجة، ان انت تقفلي الفراغات الفاضية عشان تديكي الشكل الجميل، وتعملي شجر، تعملي ورداية بالفروع بتاعتها، بالورق بتاعها، جميلة جدا جدا جدا. هنقفل ده كله من حوالين الورد ده، نقفل الفراغات اللي ما بينهم، وندي شكل اللي هو الورقة بتاعة الوردية. وزي ما حضراتكم شايفين بضغط وبسحب لتحت، بضغط وبسحب لتحت لحد ما نقفل الجناب دي كلها. فين اللايك؟ مشوفناش حد بيعمل لايك. طيب هنسيب اللي من تحت كده فراغات فاضية؟ لا، لازم نقفل اللي تحت. مطرح ما قفلنا التورتاية من تحت خالص، مسكت قمع العادي بتاعنا، القمع العادي بتاعنا، وحطينا فيه اللي هو الشكل العادي، شكل النجمة، وحطيت فيه حبة كريمة لونها بامبي كده، وابتديت اقفل برضو الفراغات الفاضية كده زي ما حضراتكم شايفين. اقفل الفراغات اللي فيها دي كلها. حاجات بسيطة جميلة، جميلة قوي في الشكل من غير التصوير كمان، يعني هي مش باينة شكلها في التصوير زي ما باينة على الطبيعة. جميلة جدا وشيك قوي 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 قوي. كده انا قفلتها كلها. طيب الورد بقى عايزينه ايه؟ يلمع كده حبة صغيرين. هنعمل ايه؟ هنجيب هنجيب لميع، اللي هو بودرة لميع، بودرة لميع برضو من عند خامات الحلواني، وهبتدي ارشها على الورد، وهبتدي ارش على وشه كده عشان يديني اللون الجميل بتاع لمعة الوردة، يبقى شكله كيوت كده وجميل كده ولذيذ. هبتدي ارش حبة كده، وهبتدي احط حبة. انا ما عنديش البخاخة بتاعت اللميع ده، فهحط حبة على ايدي كده، وابتدي انفخ فيهم حاجة بسيطة كده زي ما حضراتكم شايفين بيطير معايا كده، بيدي شكل جميل جدا جدا للورد، بيغير شكل التورتاية خالص. ده اللي بنقول عليه الفينش، اللي بيبين شكل الحاجة. ده الفينش بتاع الشغل بتاعنا اللي بيظهر الشغل كله. ولا اجمل ولا اسهل ولا اسرع من دي تورتاية ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وتبقى خير ان شاء الله. اسهل تورته لاسهل جمهور حبايبي الجميل. يلا متنسونيش في اللايك والاشتراك على قناتي، قناة خوخة ومانجا، وفعلوا لنا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا لايك لايك لايك. السلام عليكم.